عارفين ليه مش بنعرف نكمل أي نظام غذائي إحنا بنحطه لنفسنا أو بنتابعه؟ عشان حاجتين. بنربط دايما نفسنا بوزن معين، وبنربط نفسنا بوقت معين عايز أوصل للوزن فيه. ليه أربط نفسي بميزان؟ كده كده الميزان هينزل، ولكن التغيير الأساسي بيكون في المقاسات. لما بظبط مقاساتي، لما بحس فعلا في هدومي وفي صحتي إن أنا اتغيرت، ده التغير الأهم من الوزن. تاني حاجة، ليه بربط نفسي بوقت؟ ليه لازم أخس قبل العيد؟ ليه لازم أخس قبل مناسبة معينة؟ طب ما أنا بحط لنفسي نظام وأسلوب حياة علشان خاطر أوصل لشكل كويس، لصحة كويسة في أي وقت أنا أوصل له وأحافظ عليه. ربطتي أو إن أنا أحط لنفسي الميزان اللي أنا عايز أوصل له وكل شوية أتوزن، أو إن أنا أحط لنفسي وقت معين لازم أوصل في خلال كذا، هو ده اللي بيحبطني. عشان لو ما وصلتش للوزن اللي أنا عايزه في الوقت اللي أنا حددته لنفسي، هي دي اللي بتبقى المشكلة الكبيرة، وهي دي اللي بتخليني أحبط ومعرفش أكمل. علشان كده حط في دماغك إن ده أسلوب حياة. ما تربطش نفسك بوزن، ما تتوزنش خالص، راقب مقاساتك، لان طول ما مقاساتك او مقاساتك بتنزل يبقى انت ماشي مظبوط. ما تحطش نفسك وقت، لان ده اسلوب حياة لازم اكمل بيه. لو حطيت في دماغي الحاجتين دول هعرف انجح في اي نظام.